بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي، لو تفتكروا النهارده يا جماعه احنا قلت لكم على طريقه عمل المش البلدي. احنا الصبح عملنا ايه يا جماعه؟ حطينا نص كيلو لبن، وحطينا عليه كوبايه زبادي، وحطيناها في بطرمان. انا كنت حطاها في حله الصبح، بس انا شلتها حطيتها في البطرمان ده وخمرتها. حطيت كوبايه الزبادي على شويه اللبن دي وخمرتها، حطيتها في الشمس. تمام، حطيتها شويه كده يعني سخنت شويه كده، وبعد كده رحت لماها حطها في بطرمان بلاستيك زي كده، وسبتها عندي في جو دافي في المطبخ من تحت، قفلت عليها لغايه ما بقيت كده بالمنظر ده يا جماعه. بصوا، بس ده طبعا اللي فوق ده ده وش السمنه. ده وش السمنه يا جماعه اللي عقد من فوق، السمنه البلدي. بس احنا عشان هما حبه قليلين مش هطلعهم، يعني هسيبهم في المش نستفاد بيهم برضه. تمام. ادي اللبن بتاعي هو لما قطع يا جماعه بقى زي الرايب. تمام، شايفين بقى عامل ازاي؟ بقى رايب يا جماعه، ما فيهوش اي حاجه اهو، تخن اهو بقى زي الفل. طيب احنا بنعمل فيه ايه ده بقى؟ الرايب ده بنعمل فيه ايه؟ بنجيب نحط فيه اول حاجه، بنظبطه بشويه ملح، بنحط له شويه ملح. بنحط له ملح، بنعادل الملح بتاعه. يعني احنا ما بنملحوش قوي، لان ده اصلا لبن بيبقى لبن زي الزبادي بالظبط، لبن رايب. تمام. بنحط سنه ملح بسيطه كده اهو، اللي هي تعادل الحدقه بتاعته، تخليه حادق شويه، يعني بقى يتاكل، يعني زي زي نظام الجبنه كده. تمام، بقلبه كده اهو، بقلبه. تمام، عشان ادوق الملح بتاعه معايا. بعد كده بعمل ايه يا جماعه؟ بحط عليه دي حلبه، دي عندي حلبه. الحلبة دي مغسولة، حلبة صحيحة، حلبة اهي، الحلبة اللي احنا بنغليها. معلقة حلبة بغسلها كويس وبصفيها. تمام، وبحطها على على اللبن اللي عندي اهي. تمام، ادي معلقة حلبة غسلناها وصفيناها كويس وحطيناها على اللبن. ماشي. الحلبة دي بقى بتخلي طعم المش ده، مش قادرة اقول لكم ولا احكي لكم، بتخلي طعمه تحفة، جميل فعلا، وقيمة غذائية عالية جدا. لان الحلبة دي بتتشبع باللبن، وبعد كده بتستوي جوه اللبن، بتبقى حلوة، يعني بتبقى طرية بعد كده فيما بعد، يعني لو سيبناه يومين ثلاثة كده في التلاجة. بعد كده احط طبعا ده اختياري، يعني اللي عاوز شطة بنحط شوية شطة. ماشي، ادي حبة شطة صغيرة اهي. تمام معايا، ادي حبة شطة اهي. تمام، نقلبها كويس. شطة طبعا بسيطة، عشان احنا برضو الشطة بتتعبنا شوية، بس مش بنكترها معايا. بعد كده بنحط يا جماعة؟ بنحط شوية كمون. بنحط شوية كمون، ادي معايا كمان حبة كمون اهي. تمام، الكمون ده كمان بيخلي طعمه تحفة للبن، جميل جدا جدا جدا. تمام. البطرمان ده بنحطه خلاص كده احنا كده المش بتاعنا جاهز. ماشي، المش ده جميل لا يعلى عليه. بص، قيمة غذائية. انا ما شلتش الوش بتاعه اولا، المفروض اشيل الوش بتاعه، بس انا ما شلتوش عشان برضو نستفاد بيه. وعايزه اقول لك، لما بتحطيه في التلاجة، كل ما بتحطيه في التلاجة كل ما بيتقل. كل ما بتحط في التلاجة كل ما بيتقل يا جماعة، بيتقل، بيبقى جميل 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 جميل، يعني مش قادرة اقول لكم على جماله، والله العظيم يا جماعة مش هتنسوا طعمه. تمام. اجي احطه كده في الطبق كده، نغرف شوية كده منه في الطبق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو شايفين يا جماعة؟ بصوا السمك بتاعه بقى عامل ازاي، تخين ازاي. وكل ما بيتحط في التلاجة كل ما بيتقل، كل ما بيتحط في التلاجة كل ما بيتقل. يا جمال طعمه، والله يا جمال طعمه. يبقى احنا عرفنا عملنا ايه دلوقتي يا جماعة. اهو بصوا تقيل ازاي، تخين مش اهو، مش. وفيه كتل جبنه اهي من كوبايه الزبادي اللي اتحطت. وكل ما بيتحط في التلاجة كل ما بيتقل اكتر من كده كمان. تمام. يبقى احنا عملنا ايه النهارده؟ عملنا المش البلدي، ما شاء الله، اللهم صل على النبي. كمان طعم الزبده فيه مزبت كده، مش قادره اقول لكم، والله جميل جميل جميل، صحي، حاجه مغذيه وحاجه ذو قيمه غاليه عاليه، وحاجه حلوه كده ومن البيت، وحاجه جميله. يعني عملنا كوبايه لبن، عملنا نص كيلو لبن قلنا، وحطينا عليها كوبايه زبادي، سيبناها خمرت، حطيناها جوه البطرمان ده، وسيبناها خمرت من الصبح لغايه بالليل، بتخمر، بتفصل، يعني اللبن بيفصل. تمام. وما بلعبش فيه، ما بعملش اي حاجه. في ناس بتشيل وشه لما بيطلع حته القشطه على جنب كده من فوق، بنشيلها، بس هي عشان نص كيلو قليله، يعني مش مكتره انا. عشان كده كده في السحور حلو قوي، في السحور احنا بنحبه بصراحه في السحور، يعني ما بيبقاش مش بقى مالح، والناس اللي بتجري على الموالح في الصيام دي والكلام ده، لا، دي حاجه جميله، وما بتعملش حرقان، وما بتعملش حموضه، وحاجه جميله جدا تاكلها وترتاح كده. احنا بنحط عليه، احنا قلنا حطينا لما اللبن ده قطع يا جماعه، كوبايه الزبادي على نص كيلو اللبن، وسيبناه من الصبح لغايه بالليل،
بعد كده رجعت بالليل دلوقتي ورحت حطيت عليه ايه الاضافات بتاعتي. حطيت عليه شويه حلبه، معلقه حلبه محترمه كده، غسلتها وصفيتها وحطيتها على الرايب بتاعي. وحطيت شويه كمون وشويه ملح، ظبطت الملح بتاعه. في ناس ما بتحبش الملح خالص فيه، وفي ناس بتظبط الملح، وفي ناس بتحبه محدق شويه. تمام، حسب اختياري، الملح ده اختياري. وحطيت شويه كمون، واحط في التلاجة كده. كل ما ده بيربط وكل ما ده بيبقى تقيل، يعني كل ما يتحط في التلاجة كل ما ده بيبقى تقيل. وتحط من جنب منه شويه بطاطس محمره كده بقى في السحور. عايزه اقول لك بصي والله العظيم ما هتاكلي جبنه اصلا طول السحور. طول فتره رمضان في السحور بتاعك مش هتاكلي غير المش ده. يا رب تكون ان شاء الله باذن الله طريقته عجبتكم ان شاء الله. وبتمنى اي حد يا جماعه، ما فيهوش اي حاجه يعني، مش عقبه هو يعني، لا، سهل وبسيط جدا. وفي متناول ايدينا اللبن والزبادي والبهارات بتاعتنا موجوده في البيت، فمش هنتعب ان شاء الله فيه باذن الله. بتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم ان شاء الله باذن الله، والقاكم في فيديو جديد باذن الله. معاكم ام زياد حبايبي.